بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، فيديو فيه وصفة الموسكوتشو اللي راهي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. تقدروا ديروها كمشروع ولا تتقهووا بها في العشية، يعني مع دركا جاينا الصيف، نهار طويل، لازم حاجة حلوة ناكلوها مع العشية. الوصفة هذه البنات تجيكم خفيفة خفيفة خفيفة، ما تصوروش كيفاه. جربوها وان شاء الله تعجبكم الوصفة. هنا البنات عندي 3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. هنا الحبات تاع البيض تاعي البنات راهم صغار، اذا عندكم يكونوا الحبات كبار ديروا 2 فقط. هنا عندي نص كاس تاع حليب، الكاس هذا يهز 220 مليلتر. الكاس تاع الحليب هذاك درت فيه مغرف تاع خل باش ولا لي رايب. عندي نص كاس سكر، نص كاس زيت، 2 خميرة عفوا خميرة كيميائية، وعندي لافاني. وهنا انا ضفت لها ذوق عطر الموز. البنات هذاك الحليب تقدروا تستبدلوه باللبن ولا بالرايب ولا بالياغورت، يعني اللي متوفر عندكم. هنا البنات حطيت البيض تاعي في ريسيبيون، ضفت ليه الفاني. راح نضيف ايضا السكر ونطلع بالباتير. هنا البنات ماشي شرط الباتير، تقدروا ديروا الفوي، فقط انكم لازم تذوبوا السكر مليح. واذا عندكم الباتير خير وخير. هنا البنات شوفوا، باش تنجح لكم الوصفه تاع الموسكوتشو، كي طيبوها ما تقووش في درجه الحراره تاع الفور تاعكم، يعني كل وحده ودرجه حراره الفور تاعها. انا 180 يجيني درجه متوسطه، يعني كل وحده وتعرف الفور تاعها كيفاه يطيب، ولا الكويزينيار. هنا بعد ما بيض لي الخليط البنات راح نضيف الزيت شويه بشويه. كما قلت لكم البنات، لازم تنقصوا فيه، ما تقووش فيه، لانه كما تعرفوا المسكوتشو، سورتو كي نديروها في المول هذا تبقى لنا شغل معجنه لداخل، ما تطيبش مليح وتحمار اذا درناها في درجه حراره عاليه. راح تحمار من فوق ومن تحت، بصح لداخل تبقى لكم تبقى نيه ما طيبش. هنا ضفت رشه تاع الملح. ضفت، شوفوا الحليب تاعي كي درت له مغرف تاع خل كيفاه راب ليه يعني مام با 5 دقائق. ونكمل نخلط البنات. كما قلت لكم ماشي شرط ديروا الباتير الفويت، يعني تفي بالغرض. هنا ضفت لها عطر الموز. ضيفوا العطر اللي تحبوه، ولا تقدروا تستغنوا على هذا الخطوه نهائيا. هنا البنات انا المقادير هذه هزت لي 2 كيسان عفوا 2 كيسان تاع فرينه. تغرب ليهم تضيفي ايضا الخميره الكيميائيه. هنا درت البنات للامانه درت ساشي ونص، ما درتش يعني 15 غرام، درت 15 غرام. نعم، درت 15 غرام تاع خميره كيميائيه. نغربلوها مع الفرينه، ونحاول اني ندخل هذيك الفرينه في الخليط تاعي بشويه باش ما تهبطليش هذيك العجينه. البنات الفور تاعكم شعلوه غير لتحت بركه، تما سخنوه كامل، شعلوا الفوق والتحت، من بعد كي تجوا تدخلوها طفوا الفوقاني وخلوا غير لتحت باش تطلع لكم، تطلع لكم المسكوتشو تاعكم مليح، تجيكم هشيشه وطريه. نضيف الكاس الثاني، نعاود نغربلو، لازم تغربلو الفارينه تاعكم. انا هنا راني هلكت الدنيا بالفارينه، لانه الريسيبيون تاعي كانت صغيره وانا حسبتها راح تكفيني. ساحت لي الفارينه من ومن كما راكم تشوفوا البنات. انا قلت والله ما نمسحها، خليها كما راهي، يعني راكم ربات بيوت وتعرفوا باللي الحوايج هذه تصرى في المطبخ. ندخل الفرينه تاعي شوي بشوي حتى نتحصل على القوام هذا. شوفوا البنات ما ديروهاش ثقيله، المسكوتشو تاعكم اذا ثقلتوها ودرتوها ثقيله راح تجيكم خشينه، ما تجيكمش مليحه، ما تجيكمش هذيك الخفيفه. هذه راهي جات هشه وطريه ما شاء الله. هنا المول تاعي البنات كما قلت لكم استعملت المول الصغير، دهنته مليح بالزبده والفرينه ونفرغ فيه الخليط تاعي كما راكم تشوفوا البنات. هو السمك تاعها راح يجي عالي، لذلك قلت لكم طيبوها يعني على نار قليله، ما طيبوهاش فما تشعلوش الفرن بدرجه حراره عاليه. شعلوا لها من تحت وخلوها كي تشوفوها على الجوانب تبدا تحمر، انتوما شعلوا لها الفوق. وثاني البنات، باش ما تهبط لكمش المسكوتشو تاعكم، ما تحلوش عليها الفور في ال10 دقائق الاولى. هي راح تدي لكم حوالي 15 دقيقة في الطياب.
من 15 دقيقة حتى ل20 دقيقة. حاولوا انكم ما تحلوش الفور تاعكم حتى تبدو تشموا ريحة المسكوتشو تاعكم. هنا بعد ما طابت لي البنات، شوفوا كيفاه طابت حمراء. هنا جبت علبة تاع شوكولاتة ذوبتها، علبة تاع 100 غرام فقط، يعني واحدة تكفي بالغرض. نحط نزينها. التزيين يبقى اختياري لكم، يعني شحال من فكرة للتزيين. تقدروا تدهنوها كامله بلا جولي باش تعطيكم هذيك اللمعه. انا ما كانش متوفر عندي لا الكونفيتير لا جولي، لذلك درت الشوكولا فقط. نتوما تدهنوها كي ديروها كمشروع، حاولوا انكم تدهنوها بلا جولي ولا بالمعجون تاع المشمش. والتزيين يبقى اختياري، يعني كاين افكار بزاف تاع التزيين. انا درتها يعني تقهوينا بها برك، لذلك درت لاباز. وانتم التزيين كل وحده تتفنن ودير الحاجه اللي تعجب لها. انا هنا زينتها بالشوكولا سوداء، وثاني درت شوكولا بيضاء. انا هنا حصلت لي الشوكولا شغل جمدت لي في لابوش تاعي، لذلك ما جانيش الزيكزاك تاعها مليح. رحت عاودت ذوبتها في حمام مائي باش ذابت هذيك الشوكولا، وكملت التزيين تاعي. تقدروا ديروا شوكولا فقط سوداء وديروا لوز فيلي من فوق. تقدروا ديروا اشكال بالشوكولا وتحطوها تجمد وتزينوا بها من فوق كما الشكل تاع الوردة والليشة اللي هو راهو دارج هذا العام، وتقدموها. انا البنات هنا درت زوج، واحده زينتها كما راكم تشوفوا، واحده درت لها فقط سكر كلاصي وزينتها بالشوكولا. ربيت شويه شوكولا وزينت بها. شوفوا زي ما جات خفيفه البنات، خفيفه خلاه والله جات ما شاء الله. جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو البنات بارطاجوه مع صحاباتكم وحباباتكم، وما تنسوناش بالجيم وتعليق حلو كيفكم باش تحفزونا نقدموا ان شاء الله الافضل في الايام المقبله ان شاء الله. وهكذا نكونوا كملنا الفيديو تاعنا البنات. نقولكم تاكلوا بالصحة والهنا وبالتوفيق اللي راح تبدا مشروعها، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.